بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير انتم وكل حبايبكم. معلش بقى اعذروني علشان بس انا عندي شوية برد، فاعذروني بقى على صوتي وكده. حبيت اشارك معاكم الروتين دوت. طبعا دي السفرة بتاعتي كان واقع عليها شاي. طبعا الازاز بتاعي الله يسامحها بنتي بقى كسرته، فطبعا انا حاطه لزق ابيض كده بحيث ان هو يمسك الازاز في بعضيه، اللي هو السلوتيب العريض الابيض ده. برضو لما الشاي اتدلق على السفرة ابني برضو اللي دلقه، فقام داخل بين السفرة وبين الازاز. طبعا زي ما انتوا شايفين المنظر كده، عمل كده في السفرة. فطبعا لازم اشيل الازاز، والازاز طبعا ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني تقيل جدا، فلازم كان حد يشيله معايا. شلت بقى الازاز ومسحته. طبعا معرفتش امسح اللوح الكبير، وجبت بقى فوطة واللي في البخاخة دوت كلوروكس الوان وعليه شوية مية وبس كده. ما شاء الله الكلوروكس الالوان حلو جدا جدا في التنظيف، يعني بجد ساحر في التنظيف. بنصح اي حد ما استخدموش يستخدمه في التنظيف، لانه بجد بيفرق جدا في النظافة. طبعا بدأت امسح السفرة بتاعتي، برش شوية كده من البخاخة اللي معايا، وبعد كده بمسح الخشب بتاع السفرة. طبعا ولادي كانوا حاطين حاجات في الدرج مع الورد المجفف اللي انا حطاه، فطبعا كنت بشيلها وكده. وشلت الكريستالات اللي انا حطاها ديت، وبعدتها شوية، وبدأت برضو امسح تحتيها كده. ومسحت كل السفرة من فوق، وبعد كده مسحت الازاز وهرجعه تاني مكانه زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا احنا ما صليناش على سيدنا الحبيب، فنصلي على سيدنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الذكر اللي دايما كنا بنقوله لازم نقوله بسم الله ما شاء الله. الذكر ده جميل جدا جدا، وهو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. الذكر ده يا جماعة بجد ما شاء الله عليه جميل جدا جدا. بحس ان هو ذكر كامل شامل كده، فيه يعني لا حول ولا قوة الا بالله، تكبيرات وتسبيحات، ما شاء الله جميل جدا. طبعا بدأت انفض في كراسي السفرة بتاعتي لان كنت هغسلها، لانها كانت مش نظيفة زي ما انتوا شايفين معايا كده. زي ما انتوا شايفين انا طبعا لازم انفض الكراسي بتاعه السفره كويس جدا، علشان اما ابدا غسيل فيها ما يبقاش طبعا التراب وانا بغسل يمسك في الكراسي. لا، لازم تتاكدي من ان انت يعني منفضاها كويس جدا، علشان لو عليها اي تراب التراب ده ينشال. بدأت ان انا اغسل الكراسي السفرة بتاعتي. طبعا الكراسي انا غسلها بنفس الوصفة اللي انا غسلة بيها الركنة. طبعا اللي ما شافش الفيديو بتاع الركنة هتلاقوه موجود في القناة. طبعا في عليه الوصفة كلها، وعاملاها قدامكم. هي كلوركس الوان وبرسيل جل وشوية بريل، وطبعا المية دي كانت دافية، يعني سخنة، بس مش ان هي تلسع ايدك وما تستحمليهاش، سخنة بس ان انت تقدري زي ما انت شايفة كده ان انت تاخدي منها وتغسلي زي ما انت شايفاني كده. طبعا المية السخنة بتنضف مع الوصفة اللي انت عاملاها. ما شاء الله الوصفة دي بتشيل اي بقع، ان كان بقى في انتريه، في ركنة، في كراسي السفرة الكابتونيه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله الكراسي يعني رجعت تبرق تاني. بسم الله ما شاء الله، كانت حلوة قوي قوي بعد ما نشفت. فيعني طبعا انت اكيد بتتعبي في التنظيف، وطبعا لما بتشوف النتيجة انها يعني عينك مرتاحة، وتلاقي الحاجة نظيفة رجعت تبرق كده وانت عايزاها زي نظيفة، اكيد اي حد بيحب يشوف الحاجة نظيفة. فبعد طبعا ما تكون ان هي مش نظيفة خالص تلاقيها نظيفة، دي بتبعث في نفسك راحة نفسية كبيرة جدا. اكيد بتبقي مبسوطة ان تعبك ما يعني ان انت تعبتي وتعبك ما راحش على الفاضي، وان الحاجة بالفعل باينة انها نظيفة. دي اكيد بتفرق في نفسية الست.
زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا ماسكه كراسي السفرة كلها من كل الجوانب، بغسلها كويس جدا زي ما انتوا شايفين معايا كده. وطبعا ال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ال برضو الفرشة اللي انا بغسل بيها دي سيليكون، يعني مش بتبوظ الحاجة، بس انا برضو يعني ايه، مش بضغط جامد جامد، بس هي ما بتبوظش حاجة يعني. ودي القماشة دي انا بنشف بيها، وطبعا كل شوية بغسلها تحت الحنفية في الحمام واعصرها كويس جدا، وبرجع ايه انشف بيها تاني، علشان برضو ايه، بأكد نظافة على الكرسي. منها ان انا بنشف وبمسح بيها، ومنها برضو ان انا باكد على نظافة ايه الكرسي، لو فيه بقعة ولا حاجة اهي تطلع معايا ايه بالمرة. طبعا زي ما قلت لكم، انا بعد كل كرسي ما بعمله بالقماشة ديت بدخل تحت حنفية الحمام واغسلها كويس جدا. طبعا كانت مطلعة يعني وساخة من الكراسي ديت، حاجات مش نظيفة وكده. طبعا ده تراب مش حاجة يعني. وايه بعصرها كويس جدا، وبايه ببدأ في الكرسي اللي بعديه. بدأت في الفوتيه اهو، زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا الكراسي بسم الله ما شاء الله نضفت، طبعا هي كانت لسه مبلولة، والكلام دوت كان بالليل، يعني قبلها بليلة انا عملت كده وسبتها لتاني يوم تنشف، زي برضو ما عملت مع الركن. قلت بقى ايه اما اقول لكم برضو على، جبت شوية حاجات كده هقول لكم عليها، واقول لكم برضو على الاسعار. يعني طبعا الاسعار بتختلف من مكان للتاني. الطماطم النهارده كانت الكيلو ونص ب10 جنيه. طبعا هي رخصت شويه عن السوق اللي فات، الاسبوع اللي فات كانت ب10 جنيه الكيلو. الطماطم الكيلو ونص ب10 جنيه. انا طبعا هقول لكم على الاسعار، لكن الحاجات يعني ايه مش شرط اقول الكميات اللي انا جايباها قد ايه. الفلفل برضو كان الكيلو ب10 جنيه. طبعا يعني قلت لها، فصلت معاها قلت لها الكيلو وربع، قالت لي لا والله كله بيبيع الكيلو ايه ب10 جنيه. فجبت فلفل، وجبت برضو ايه معاه كام قرن شطه كده، عشان برضو ايه لو احتجتهم. يبقى الكيلو الفلفل كان بكام النهارده؟ كان الكيلو ب10 جنيه. جبت كمان خيار. ده ايه هشوف اهو. لا اقول لكم بقى على الليمون، على اللي طلع يعني ايه في ايدي كده. الليمون دوت كيلو ونص، الكيلو ونص دوت ب10 جنيه. طبعا حلو جدا ما شاء الله، جميل قوي. طبعا الليمون مفيد جدا في الايام اللي احنا فيها دي. طبعا كل الناس يعني بجد الله المستعان، وربنا يشفي كل مريض على وجه الارض يا رب تعبانين. فالليمون بالعسل الابيض حلو جدا جدا جدا، يعني نصيحه مني، اللي عنده برد يشتغل على الليمون بالعسل الابيض، حلو قوي قوي قوي. طبعا ومفيد وبيقوي المناعه، يعني فوائده لا تعد ولا تحصى زي ما بيقول. ايه تاني؟ الكوسه. الكوسه النهارده كانت الكيلو ب10 جنيه برضو. يعني الكوسه برضو الكيلو ب10 جنيه، كله بعشرات بعشرات كده، فيعني ايه الله المستعان. ايه تاني؟ جبت البتنجان. طبعا انا عاوزه اعمل مسقعه على طريقه ست الحبايب ام الحبيبه، ربنا يديها الصحه وطولة العمر يا رب ويبارك لي فيها. هبقى ان شاء الله هنزل لكم الطريقه. جبت البتنجان دوت الكيلو وربع ب10 جنيه، قلت لها كيلو ونص، قالت لي لا ما ينفعش، فجبت الكيلو وربع ب10 جنيه. يعني البتنجان كمان شاف له يوم، فبجد ربنا يعيننا يعني. جبت ايه كمان؟ بطاطس. البطاطس دي بيقولوا سبونطه حلوه. جبت كان بيقول الكيلو ب15، جبت ال2 كيلو ب25 جنيه. جبت كمان ده طبعا ايه ورق جوافه. الورق الجوافه حلو لما تغليه، حلو علشان الكحه جدا وعشان الصدر. فانا لقيت يعني ورق جوافه مع الراجل، فقمت جايبه ايه جبت الشويه دول منه. قلت له انا عاوزه ورق جوافه منك، قام قال لي خد اللي انت عاوزاه تحت امرك. قمت واخده الشويه ايه دول منه، حلوين جدا طبعا. ولو نشفناهم وحطيناهم في بطرمان ولا حاجه بيقعدوا من السنه للسنه. وجبت كمان البلح. البلح النهارده كان الكيلو وربع برده ب10 جنيه، بس طبعا البلح حلو قوي يعني. جبت كمان خيار. الخيار جميل ما شاء الله، حلو قوي قوي قوي. انا بحب النوعيه الصغيره دي، قلت يمكن ايه ابقى ازود المخلل واحط فيه خيار، حلو قوي. الكيلو ونص ب10 جنيه. طبعا يعني ايه كل واحد الكميه دي على حسب احتياجك انت، وعلى حسب ما بيتك محتاج. تمام. جبت برضو الحته الصفراء اللي بتبقى في الجوافيه دي الجوافيه بتبقى مسكره،
فانا بحب اجيبها بصراحه. الجوافه كانت الكيلو برضو وربع ب10 جنيه. مش عارفه ايه حكايه الكيلو وربع في السوق النهارده يعني. وجبت كمان اخر حاجه معاكم السلك دوت، السلك البلدي الالمونيا ده. طبعا ده ناعم، انا ما بعرفش اغسل الا بيه. طبعا اشتريت سلك خشن، ما عرفتش خالص 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 اغسل بيه المواعين والحلل، لقيته مش بيلمعها ومش منضفها زي ما انا ما عايزه. فطبعا النهارده قلت اول حاجه هجيبها هو السلك البلدي ده. الربع كيلو دوت ب10 جنيه. طبعا انا كنت عاوزه انزل لكم يعني غسيل التلاجة، بس طبعا هيبقى الفيديو طويل جدا، فقلت برضو ايه اما اشارككم الحاجات اللي انا جايباها، وان شاء الله هبقى انزل لكم فيديو بكره او بعده بغسيل التلاجة برضو ايه وبقيه ريتون. وان شاء الله هفرش الشقه قريبا جدا ان شاء الله. بعد ما وريتكم بقى الحاجات اللي انا جبتها من السوق، دي الحاجات اللي كانت ناقصاني ودي اللي كنت محتاجاها. طبعا بدأت ان انا اشغل التلفزيون الشاشة بتاعتي، اجيب القرآن الكريم. هشغل سورة البقرة. طبعا سورة البقرة دايما شغليها في بيتك، لان سورة البقرة بتطرد الشياطين من المكان. وطبعا اي بيت بيتقرأ فيه قرآن طبعا البيت ده لازم يكون فيه بركة. ودايما حاولوا تشغلوا سورة البقرة في بيوتكم. ليه؟ لان سيدنا رسول الله كان بيقول ان البيت اللي ما بيتقرأش فيه سورة البقرة كأنه قبر من القبور. فطبعا يعني سيدنا رسول الله كان بيقول لا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر. فالصحابة سألوه ازاي يا رسول الله بيوتنا تكون زي المقابر؟ قال لهم ان فيما معناه يعني بالعامية بتاعتنا كده ان البيت اللي ما بيتقرأش فيه سورة البقرة بيكون زي القبر. فربنا يعزنا يعني، ولازم طبعا نشغل القرآن الكريم في بيتنا، وخصوصا سورة البقرة عشان تطرد الشياطين من بيتنا، وكمان الطاقة السلبية، وتبعث راحة نفسية في البيت. طبعا سورة البقرة لما بتتقرأ في البيت اكيد انت بتحسي بهدوء في بيتك. وطبعا البخور انا دايما بقول لكم عليه، لازم ان القرآن يتقرأ في البيت والبخور كمان، لأن الملائكة بتيجي على الريحة الحلوة. ودايما أكيد أي واحدة ست يعني بتحب بيتها يكون ريحته حلوة، بيكون تحب إن بيتها يكون فيه هادي ما فيهوش خناق كلام من ده. يعني أي حد بيحب بيته يكون كده. طبعا ربنا يملأ بيوتنا جميعا يا رب بالسكينة والهدوء وراحة البال، ويرزقنا بالرزق الحلال. اللهم آمين يا رب العالمين. أمنوا على كلام. طبعا بعد ما شغلت سورة البقرة عملت بقى فطار بسيط جدا كده، كان فول وطعمية وعيش زي ما انتوا شايفين كده، وفطرنا. وطبعا لازم كوباية الشاي بالنعناع، يعني يوم السوق لازم طبعا بجيب نعناع اخضر، فلازم بقى شاي بالنعناع الاخضر. ما اقولكمش بقى يعني عشق بجد الشاي بالنعناع. ربنا يخليها امي ويبارك لي فيها يا رب ويطول لي في عمرها. هي طبعا اللي كانت بتعمل لنا الشاي بالنعناع، فطبعا حبيناه من ده من يعني من حاجات امي اللي علمتهاني. وانت برضو اعملي لنفسك في بيتك كده كارير وحاجة كده علشان تعلمي ولادك برضو لما يكبروا ويبقى عندهم بيوت يعملوا زي ما انت بتعملي، وبرضو يفتكروكي زي ما احنا بنفتكر امهاتنا كده. ربنا يخلي لكم امهاتكم يا رب، وربنا يرحم الاموات. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا كمان شغلت الغسالة. طبعا اللي متابعني عارف ان انا لما باجي بغسل الفواتح مع بعض في يوم، والغوامق في يوم تاني. يعني بخلي يوم للغوامق ويوم للفواتح، طبعا علشان احنا ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك، عيلة كبيرة يعني افرادنا كتير، فلا بيبقى الغسيل بتاعي كتير. وطبعا طلعت البطاطين في الشمس يتشمسوا شوية، وبعد كده بدأت بقى ان انا ازعف الريسبشن بتاعي، وزعفت الطرقة. طبعا اوضه البنات، بناتي كنت طبعا ماسكه الحيطان غسلاها ومزعفاها ومظبطاها. وكنت يعني غيرت لهم الاوض، بدلنا الاوض مع بعض كده، يعني احنا اسره كده بقى مع بعضينا يعني بدلنا الاوض بقى. انا اخدت اوضتهم وهم اخدوا اوضتي، وطبعا كنت شايله السراير وكل حاجه كانت نظيفه. وطبعا انا كنت نزلت لكم فيديو بدهان الاوضه وكده.
فما شاء الله اوضتي واوضه البنات نظيفه. عملت الريسبشن والطرقه زعفتهم، ولسه بقى ان شاء الله اوضه الصبيان ان شاء الله هبقى برضو اجيبها لكم وانا بفرشها ان شاء الله. يعني هفرش على طول قبل شهر 12 كل سنه، يعني 1/12 بمشيئه الرحمن هتكون شقتي مفروشه ومكنونه وكله تمام باذنك يا رب. ان احيانا ربنا ان شاء الله، ربنا يحييني ويحييكم. طبعا بدأت ان انا اجيب برضو بالزعافة كده العنكبوت، لو في عنكبوت حوالين المروحة، اللي يعني اللمبات بتاعة الكهرباء كده، يعني علشان برضو ما يبقاش فيها اي حاجة. وان شاء الله برضو، معلش بس عشان البرد اللي عندي، معلش اعذروني وزكام وكده. اعذروني بقى. دي الطرقة بقى وانا بزعفها برضو. انا مرضتش اطول عليكم الفيديو بغسيل مواعين وكلام من ده. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون فيه غسيل مواعين، وان شاء الله تتشجعي ولو وراكي اي حاجة بقى اعمليها، ما تكسليش. خلاص كل مدى كل ما الشتاء بيقرب اكتر واكتر ان شاء الله، انا دايما دايما قبل 1/12 لازم الشقة بتاعتي تكون مفروش. دي عادة عند الحمد لله رب العالمين، لازم الشقة تكون مكنونة علشان طبعا الجو بيكون برد جدا. معلش بقى اعذروني علشان البرد اللي عندي. طبعا انا بنشر اهوت، بعد ما اخلص بقى نشير هدخل برضه احط دور كمان علشان احط ابني. معلش بقى كان ابني عامل دوشة وكده. فلو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل، وطبعا تعملي لايك. وطبعا يشرفني ويسعدني ان انت تكتبي لي كومنت جميل من ايدك الحلوة. طبعا انا خلاص بنشر اهوت، وبعد ما اخلص بقى النشير هدخل احط بقى هغير مية الغسالة، وهحط الشنط بتاعت ولادي علشان تتغسل وكده، لانهم ما كانوش نضاف خالص خالص. يا ريت ما يكونش الفيديو طويل عليكم، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون حلو جدا. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة زي ما قلتلك، وتفعلي زر الجرس على الكل علشان ان شاء الله اي حاجة انزلها يجيلك اشعار بيها. واسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.